السلام عليكم متابعينا الكرام، إليكم نتائج وترتيب الجولة 15 القسم الوطني الثاني موسم 2023-2024 بعد إجراء جميع المباريات. ولكن قبل التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم كل جديد ينشر على القناة. الجمعية السلوية تنهزم أمام الوداد الفاسي ب3-1. شباب أطلس خنيفرة يتعادل سلبيا أمام رجاء بني ملال. شباب بن قرير يتعادل بهدف لمثله أمام الكوكب المراكشي. والاتحاد الإسلامي الوجدي يفوز على شباب المسيرة ب2-0. الاتفاق المراكشي ينهزم ب1-0 أمام أولمبيك خريبكا. النادي المكناسي يحقق الأهم ويفوز ببطولة الخريف بعد فوزه على الراسينغ البيضاوي ب2-1. سريع واتزم ينهزم أمام استاد المغربي ب1-0. الدفاع الحسني الجديدي يفوز على أولمبيك تشيرا ب2-1. والآن إليكم الترتيب بعد إجراء جميع المباريات. النادي المكناسي يفوز ببطولة الخريف ويحتل المركز الأول ب30 نقطة. في المركز الثاني الكوكب المراكشي ب28 نقطة. في المركز الثالث استاد المغربي ب27 نقطة. في المركز الرابع الدفاع الحسني الجديدي ب26 نقطة. في المركز الخامس الاتحاد الإسلامي الوجدي ب24 نقطة. في المركز السادس رجاء بني ملال 22 نقطة. في المركز السابع أولمبيك خريبكا ب22 نقطة. في المركز الثامن شباب أطلس خنيفرة ب20 نقطة. في المركز التاسع شباب بن قرير ب19 نقطة. في المركز العاشر الوداد الفاسي ب17 نقطة. في المركز ال11 شباب المسيرة ب16 نقطة. في المركز الثاني عشر الاتفاق المراكشي ب15 نقطة. في المركز الثالث عشر سريع واتزم ب14 نقطة. في المركز الرابع عشر أولمبيك تشيرا ب14 نقطة. في المركز الخامس عشر الراسينغ البيضاوي ب12 نقطة. في المركز السادس عشر الجمعية السلوية ب9 نقاط. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.